بسم الله وعلى بركة الله، الصلاة والسلام على أزكى وأشرف خلق الله. اليوم جيت نحكي في واحد الموضوع ولا واحد السوجي حبيت نوصلوا كامل الأمهات كامل النساء اللي عاشوا ولا راهم عايشين في ديارهم. نحب نقول لكم عيشوا حياتكم وحدكم، خليكم من القيل والقال وخليكم من هذوك الاجتماعات ولا التجمعات العائلية اللي كلها ذنوب. وبعيدا عن الذنوب راح تعيشوا فيها ستريس. وحده تجي تفرغ لك الغضب نتاعها ولا مشاكلها الزوجيه ولا مشاكلها العائليه، تروحي انت تشحني هذيك الطاقه السلبيه تعيشيها في حياتك. يعني مليحه صح، مره على مره الواحد هكذا يروح يزور ويعيش ويحكي ويقصر، مي ماشي تروحي تخلي العباد يعيشوا لك حياتك ولا تروحي انت تعيشي حياه العباد تعيشي لهم مشاكلهم، لانه الناس ما راحش يشحنوك بالطاقه الايجابيه قد ما يشحنوك بالطاقه السلبيه. عيشي مع اولادك، عيشي مع العائله تاعك، عيشي لحظات جميله في بيتك، غلقي عليك الباب تاعك وخليك من القيل والقال، واللي يهضر فيك خليه يهضر، لانه اللي ما راحش يلحق عليك اكيد راح يبقى ينبح موراك. هذا ميساج راح نوصله لكم ان شاء الله انتم ثاني تمشيوا بهذه الفكره مره على مره، ونلتقي في فيديو اخر.